لو انتوا من الناس اللي ربنا انعم عليكم بمستوى مادي مرتفع او بثقافه عاليه مثلا او بشكل جميل، احمدوا ربنا وقولوا الحمد لله والشكر لله، لان دي حاجه ممكن ما تدومش. وما تفتكروش ان انتوا هتكونوا احسن من حد تاني. ربنا خلق الناس مختلفين في الثقافه، في مستوى التعليم، في الشكل، في المستوى المادي، عشان حكمه معينه، علشان يختبرنا، يشوف مين منا الشخص الصالح ومين منا الشخص السيء. يعني مثلا ممكن يكون في حد غني جدا بس بخيل ومش بيتصدق ومش بيساعد الناس، وحد تاني معاه فلوس قليله بس بيتصدق اكتر من الشخص الغني. ممكن يكون حد عنده ثقافه عاليه واهله قدروا يعلموه تعليم كويس جدا، بس هو للاسف بيترفع على الناس وبيعايرهم بالجهل بتاعهم. وممكن حد تاني يكون متعلم تعليم اقل بس يساعد الناس ويعلمهم ويخليهم يستفيدوا من التعليم بتاعه ده. ممكن حد يكون شكله جميل جدا وفجأة يتعرض لحادثة ويتشوه. وخلوا بالكم ان الجمال مش دايم، كلنا بنكبر وبنعجز، وعلشان كده انتوا لازم تاخدوا بالكم كويس قوي ان انتوا ما تتكبروش على حد وما تفتكروش ان انتوا احسن من حد تاني. خلوا بالكم ان الغرور صفة من صفات الشيطان. تعالوا مثلا نتكلم على قصة ابليس وربنا. لما ربنا امر ابليس ان هو يسجد لادم، ابليس رد على ربنا وقال له انت بتطلب مني ان انا اسجد لواحد انت خلقته من طين وانا مخلوق من النار؟ ابليس اتكبر على سيدنا ادم عليه السلام، وعشان كده ربنا غضب عليه جدا وقال له فاخرج منها فانك رجيم. رجيم يعني ملعون. بس ابليس بدل ما يتعظ ويفهم ان هو غلط، ابليس اتكبر اكتر وطلب من ربنا ان هو يخليه موجود على الارض مع البني ادمين لحد يوم القيامه. وقال لربنا انظرني الى يوم يبعثون لاسلطن عليهم. تخيلوا بقى ان هو يتكبر على ربنا كمان للدرجه دي وللمرحله دي. عشان كده ربنا لعنه وقال له ان مصيره جهنم وبئس المصير. عشان كده ابليس من اللحظه دي وهو توعد لكل البشر ان هو مش هيدخل جهنم لوحده، هو لو عليه يخلي كل البشر يدخلوا جهنم علشان يكسب التحدي بتاعه مع ربنا. وعشان كده خلوا بالكم كويس جدا ان انتوا ما تتغروش في نفسكم وما تفتكروش ان انتوا احسن من حد ابدا. الغرور بيأذي صاحبه، ده اكيد. جوهر الانسان الحقيقي مش في جماله ولا في مستوى تعليمه ولا في مستواه المادي. جوهر الانسان الحقيقي موجود في صفاء قلبه وصفاء نيته وفي اخلاقه الحسنه. يعني جايز جدا تكونوا انتوا اعلى في المستوى او في المستوى العلمي او في الجمال، لكن يكون الحد الاقل منكم ده عند ربنا افضل واحسن بكتير. وخلوا بالكم ان ربنا اللي وهبكم النعم اللي عندكم ويقدر ياخدها في لحظه. حتى ربنا حذرنا من الغرور في القران وقال بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. والنبي كمان عليه الصلاه والسلام نصحنا ان احنا دايما نتواضع وما نفتكرش ان احنا احسن من حد، لان هو قال من تواضع لله رفعه. لازم كل انسان يعرف ان الكون مش بيتمحور حواليه، ولازم تفتكروا ان احنا كلنا ولاد تسعة وبنخوض نفس الاختبار ونفس الصراعات في الحياه، ولازم دايما تكونوا في احسن صوره وفي احسن الخلق. كان معاكم غدا يسري، اشوفكم الحلقه الجايه على خير. باي.